أن هناك تحالف حقيقي غير معلن بين المجلس العسكري وبين كافة القوى والتيارات الليبرالية والعلمانية في مصر. امال الاعلام دايما بيدندن على العكس، ان هناك تحالف قوي جدا بين لا، المجلس الكلام ده العسكري بقى والاسلاميين. الاسطوانه المشروخه دي بقى انتهت، وانا بقى عندي مليون دليل على كده. اتفضل. واحد، اتفضل. انشاء المجلس الاعلى لحقوق الانسان كله ليبراليين، يساريين، شيوعيين، ناصريين. اثنين، الوزاره ليبراليين، يساريين، او تجمع او وفد او كده. ثلاثة، هم لو طالوا يجيبوا الوفد يجيبوا وزاره الاوقاف الليبرالي كانوا جابوه يعني. كل المحافظين لم يتم اختيار، بلاش يا سيدي واحد من الاخوان، اختار واحد حتى يعني بيصلي في الجامع، ولا واحد تم اختياره. وبعدين عايز تقول لي او توهمني بان في تحالف بين المجلس العسكري وبين الاخوان ولا بين السلفيين. حد من السلفيين؟ كلام اللي احنا مش عبط، ومحدش هيعرف يضحك علينا، ولا حد هيعرف يقنعنا او يضحك على شعب مصر. شعب مصر بقى واعي، بقى مدرك ايه اللي بيحصل، والحقيقه الواضحه يا جماعه عايزين نقولها بلا لبس: هؤلاء يخافون من الاسلام. يا جماعه هي دي القضيه. القضيه انه لا يخافون، وخاصه بعد ان جاءت انتخابات تونس فزادت الطين بله. الله، ده ما كانش فيه اخوان في تونس، ده كانوا بيتسحلوا وممنوعين من العمل ومحظورين زي مصر. الله، جم 40%، جم اكتر من 40% في الهيئه التاسيسيه اللي فطبعا ده امر ازعج. وجاءت الوثيقه، وثيقه علي السلمي، جاءت تكرار واستنساخ لوثيقه يحيى الجمل، وبنفس الطريقه بعد انتخابات دوبلير ولاد الايه، بيجوا لنا ادوار الدوبلير.